السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى حاجة في الدنيا انك تشوف شخص بيدعي للاسلام، بس الوحش في كده انه بيدعي بطريقة غلط، بيقول اللي على مزاجه بس، بيغسل دماغ الشباب بحاجات ربنا ما امرناش بيها، بيفسد في الارض وبيخلي اتباعه يخربوها باسم الدين، ولو ما نفذتش المطلوب منك تبقى كافر ومرتد. هم دول الارهاب، وعشان تفهم القصة لازم تكمل الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل لنا لايك، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك. وحبيت افكركم ان ده الجزء الثالث من فيلم كوماندو، وهتلاقوا لينك الجزء الاول والثاني في صندوق الوصف، ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بفيديو البنت دي بتقول فيه إن قدام مدرستهم مجموعة مصارعين مش محترمين بيتحرشوا بيهم دايما، وإن مفيش حد قادر عليهم، وبتطلب من المسؤولين في البلد إنهم يتدخلوا، يا إما معادوش هيروحوا المدرسة وهيكرهوا التعليم. واحد من المصارعين بيشوف الفيديو وبيروح للبنت وبيكون عايز يتحرش بيها، والناس دول بيكونوا شايفينه بس محدش قادر يتكلم، وفجأة بياخد ضربة على دماغه، وبيكون اللي ضربه الوحش الكاسر المدمر كران، وبيهجم على باقي المصارعين وعينك ما تشوف إلا النور، بيطوح فيهم يمين وشمال وبيكسر عظمهم وما بيكونش حد فيهم قادر عليه. مصارعين إيه ده، انتوا اخركم تلعبوا صلح. بيخلص عليهم كلهم واحد واحد، والبنات بيفرحوا باللي عمله. بيتصل به القائد وبيقول له عايزك تجيلي ضروري، وقبل ما بيمشي بياخد سيلفي مع البنتين دول، وبيروح كران للقائد وبيقول له القائد احنا قبضنا على 3 ارهابيين وما نعرفش في غيرهم ولا لا، بس اكيد في غيرهم كتير لاننا عرفنا ان في هجوم كبير جدا على الهند، واللي قبضنا عليهم دول مش عايزين يتكلموا. كران بيقول له سيب الطلعه ده عليا وانا هخليهم يتكلموا بطريقتي. بيدخل لواحد منهم وبيقول له ابوك بقى ساعته عشان يشتري لك الجيتار ده، امسكه كده واعزف لنا حاجه، بسمع ان عزفك جميل. قال له بقول لك ايه يا باشا، فكك من الحبتين دول، انا مش هتكلم في حاجه واللي عندك اعمله. كران بيغضب وبينادي على تنبي، وتنبي ماسك ابو سوهان بيعذبه، وبيقول كران لسوهان خليك ساكت وانا هقتل ابوك. بيمسكوا الجيتار وخلاص بيكون هيعزف بس بيكسره. كران بيغضب وبيقول له تقرير موت ابوك هكتبه النهارده. بيرد عليه وبيقول له اقتله النهارده لانك كده كده هتقتله بعد اليوم المنتظر. قال له كران بعصبيه اي يوم؟ قال له 9 11 هنكتب اسم الله على خريطه الهند. بيطلب كران من تنبي انه يضرب ابوه اقوى من كده. قال له سوهان لو عايز القوه انا هوريها لك، وبيخبط دماغه في الحيطه وبيطب ساكت. بيروح كران لابوه وبيقول له ان ابنك قتل نفسه. ابوه قال له انا اشتلته على كتفه وهو صغير، بس مش هقدر اشتاله وهو ارهابي. وبيطلب من كران يوعده بان مفيش شباب تانية تقع في فخ الارهاب. قال له كران اللي عمل كده في سوهان مش هسيبه يعملها في اي شخص تاني، وده وعد مني. بيروح كران لرؤسائه وبيقول لهم انه فتش بيوت التلات عيال، واكتشفت ان سوهان زار صفحتهم للجهاد من سنتين 23 مره في 3 شهور. وبعد كده بدأ يجمع في شرايط الفيديو اللي اداها لعثمان وعمر، واللي ورا ده كله هو الراجل ده ومعرفش مين هو، بس اللي يقدر يخلي شخص يسمع كلامه لدرجة انه يقتل نفسه زي سوهان يبقى شخص خطير جدا، ولازم نقتله قبل ما يقتلنا. وبيقول لهم كران مختبر التحاليل اكتشف ان الكاميرا اتباعت في لندن، ولو ركزنا في الفيديوهات هنشوف ان اغلب الفيديوهات متصورة في لندن. رئيسه بيقول له الكاميرا ممكن تكون من لندن بس ياخدوها لاي بلد. قال له كران انا معاك يا فندم، وممكن يكون في اي مكان في العالم، بس نسبة انه يكون في لندن هي الاكبر. وبنتنقل للندن وبيظهر معانا براك رئيس الجماعة، وبيكون بيحضر عشاء وبيقول لابنه اللي بيكون اسمه عبير ايه رأيك في ريحة الاكل؟ قال له عبير ما شاء الله عليك بتعرف تطبخ زي امي بالظبط، بس لمين الاكل ده؟ قال له لاصحاب البيت وهعلمك ازاي تتعامل مع ضيفك بشكل لائق. بيدخل سهيل وبراك بيقول له يلا عشان نتعشى. قال له سهيل الف هنا على قلبك يا اخويا انا مش جعان. قال له براك انا عايزك تجوع. بيقعد ياكل ويقول له تسلم ايدك يا اخويا الاكل جميل. قال له براك بيقول له اللي بيسيب لقمه ربنا مش بيسامحه. سهيل بيعيط وبيقول له انا عملت غلطه، رجالتي في الهند بيدوروا على المزور اللي بسببه اتقبض على رجالتنا، يا ريت تسامحني ومش هعمل اي غلطه بعد كده. قال له براك لو انت صليت صلاه امبارح النهارده ربنا هيسامحك. وبيهجم عليه وبيفضل يضربه بالسكينه وبيقول له بسبب غلطتك دي عرفوا اني في لندن. وبيقول لابنه عبير فتح عينك يالا واتفرج عليا ما تبقاش جبان. وهنا كران بيقول للقائد لو الجلد اتدمر البلد هتبوظ، المفروض نديلهم فرصه تانية لان لو ماتوا ارهابيين اللي هيكون مستفيد الشخص اللي خلاهم كده، ولو عرفناهم الطريق الصح احنا اللي هنستفاد. بيقول له القائد ركز على المهمه اهم من اي حاجه. بيديله القائد تذكره وبيقول له انت هتسافر بهويه مزيفه واحنا بلغنا المخابرات البريطانيه. وبيقول له سوهان قال لك على يوم 9 11 واليوم ده هيكون في عيد الديوالي وما عادش قدامنا غير 33 يوم بس، لو ارتكبنا غلط البلد مش هتسامحنا ابدا. قال له كران ما تقلقش يا فندم البلد هتكون في امان. وبنروح للمخابرات البريطانيه وبيقول لهم رئيسهم المخابرات الهنديه عندهم معلومات عن هجوم ارهابي هيحصل على ارضهم، وبيقولوا ان الراجل المسؤول عن الهجوم ده موجود في لندن وعايزكم انتوا الاثنين تتولوا المهمه دي، وهيكون معاكم 2 من المخابرات الهنديه. وهنا ام عبير بتقول له احنا هنتصل بالشرطه ونقول لهم على الحقيقه مهما حصل، بس بتتفاجئ ببراك وبيقول لها ما تنسيش انك بتشوفي ابنك ساعتين
ساعتين بس في الاسبوع، وبسبب اللي عملتيه ده ما عدتش هتشوفيه طول عمرك. وبياخد عبير ويمشي. وبتظهر معانا بهفنه لاول مره وبتكون مسافره لندن مع كران، فبيقول لها كران ايه كل الاساور والسلاسل اللي لابساهم دول؟ قالت له احنا مسافرين على اننا متجوزين، فقلت اتقمص الشخصيه. ما تنساش بقى تناديلي بحبيبتي وبقلبي وبحياتي، ولو عايز تبوسني عادي خد راحتك. قال لها ازاي روي يبعت واحده مجنونه زيك للندن؟ قالت له لا ما يغركش المنظر، ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. قال لها طيب ممكن تبطلي هبل ونركز على المهمه. بنتنقل لبراك وهو في اجتماع، وبيقول لهم ان الشحنه غادرت اليمن وهتوصل قريب جدا لحدود الهند. بيقطع واحد من اللي قاعدين وبيقول له تم القبض على 3 من رجالتنا في الهند، وداعش بعت لنا 120 مليون دولار نأسس نظام لنا في الهند. بيقطع براك وبيقول له انا عارف ان صرفت 20 مليون والمهمه فشلت وهيوقفوا التمويل. بيرد عليه واحد من الموجودين بيقول له كل ده بسبب اخطائك، 3 سنين و20 مليون ومفيش عندنا في الهند غير شويه اطفال شايلين حجاره. انا لو معايا الوقت والفلوس دي كلها كنت سيطرت على باكستان بكل سهوله. انت وعدتنا انك هتعمل عمليه كبيره في الهند، بس شكلك مش هتعرف تعمل حاجه. بيتعصب براك وبيقتله قدام كل الموجودين، وبيقول لهم ممكن يكون مجرد عمل بالنسبه لكم، بس بالنسبه لي امر من الله، وحربي ضد اي شخص في العالم ما يوفيش المسلمين حقهم. وبالنسبه للهند لازم اعمل فيها اللي عملته في اوروبا من 4 سنين، وهخليها تعيط بدل الدموع دم، وحاجه واحده بس اللي هتمنعني وهي الموت. وبيوصل كران وبهفنه لندن، وبتاخدهم سمر للبيت اللي هيعيشوا فيه ويشتغلوا منه، وبتعرفهم على اخطار وبتقول لهم انه هيشتغل معانا. وبيبداوا الشغل وبيصفوا قائمه المشتبه فيهم ل 675 شخص بعد ما طلعوا الاطفال والبنات. وفي الجانب التاني براك بيشتغل بنفس الاسلوب وبيصفوا القائمه على 123 شخص، وبيقول لهم لازم نلاقي الضباط دول ونقتلهم في اسرع وقت. كران ومجموعته بيتفرقوا وبيراقبوا كل المشتبه فيهم، وبيشوف واحد مشتبه فيه اسمه زيتون وبيجري وراه، وبيفضلوا في مطارده طويله، ولكن زيتون بيعمل حادثه وبيموت. بيتصل القائد على كران وبيقول له خد بالك لو مات اي مدني الحكومه البريطانيه ما عادتش هتساعدنا. وموبايل زيتون بيرن، بيرد كران وبيكون المتصل براك. بيقول له كران انت ما بتتكلمش غير قدام الكاميرا بس ولا ايه؟ عموما انا عارف انك مش هتتكلم، وعارف ان زيتون راجل من رجالتك، انا هروح بيته ولو عايز تقول لي حاجه تعالى لي هناك. بيقلق براك وبيطلب من صاحبه انه يكلم رجالتهم في لندن عشان ينظفوا بيت زيتون وما يخلوش كران يوصل لاي معلومه. بيروح كران ومعاه سمر وبهفنه المكان البيت، وبيلاقي رجاله كتير جدا مستنيينهم. تفتكر هيخافوا؟ اكيد لا. بيربط شعره وبيتحول عليهم، ومن كترهم مش عارف هيضرب مين ولا مين. سمر وبهفنه زنقين شويه بيدعكوا فيهم وسايبين له الباقي، بس كران قدها وقدود، بيتعفرط لهم وضربهم كلهم واحد واحد. وهو طالع البيت 3 بيوقفوه، بيتشقلب لهم وبيخلص عليهم. بيطلع البيت وبيلاقي لسه فيه 2 والبيت والع. بيعطلوه لكن كران ابننا ما بيعطلش، بينط من شباك البيت قبل الانفجار بثانيه واحده. بيرجعوا البيت وبيلاقوا الاعلام بيقول عنهم انهم ارهابيين. بتقول سمر لبهفنه فيديو مدته 5 ثواني وتغريده على حسابك كشفوكوا، انت عارفه ده معناه ايه؟ وبيقول اخطار بسبب الفيديو ده وتغريدتك هيوصلوا لنا في اي وقت. وبيقول لكران انا قلت لك خد قوه معاك. بيغضب كران من كلامه وبيقول له في هجوم على بلدي في خلال 20 يوم وعايزني استنى القوه بتاعتك؟ اسمعني كويس، انا شفت اب رفض يعمل جنازه لابنه، وام فضلت تربي في ابنها طول حياتها، شفتها بتبكي بسبب اللي ابنها وصل له. انا جيت هنا عشان اهل بلدي مش عشاني. وبتعرض الاخبار رساله من كران بيقول فيها اسمي كران، بشتغل في الجيش الهندي، والانفجار اللي حصل ده مش هجوم، ده جزء من خطه للعثور على الارهاب الموجود في لندن، وهنوصل له خلال ساعات قليله. خلال ساعات قليله جدا هروح اتغدى في المطعم بتاعه. بيتصدم براك. بتقول سمر لكران ايه اللي بتعملوه ده؟ امبارح بهفنه تنشر تغريده وانت النهارده تكشف المهمه كلها. قال لها كران انا اللي طلبت منها تعمل كده. وبيقول لهم ان زيتون كان بيبيع لحمه وموجود في البلد 64 مطعم، الهنود والباكستانيين بيملكوا 7 مطاعم، اكيد هو صاحب مطعم منهم. بيبحثوا على النت وبيظهر براك، وبيقول اختار لكران انه صاحب مطعم اسمه بكاري، ابنه بيدرس في مدرسه خاصه وامه بتشوفه مره واحده في الشهر، وواضح ان ابنه هو نقطه ضعفه الوحيده. بيصور براك فيديو وبيقول اجى الوقت اللي هقول لكم فيه عن اليوم والعمل والامر. الهند مفكره اننا هندي لهم هديه في عيد الديوالي، لكننا هنديهم ألم وجراح ما شافوهاش قبل كده. وبنشوف ان الاسلحه وصلت للهند وبتوزعوا على 5 بلاد، وبتكون البلاد دي احمد اباد وايوديا ولاتور ولوديانا وهاشمبورا. بيروح كران لبراك المطعم بس بيخلع منه، وبيفتكر كران ان ابنه هو نقطه ضعفه، فبيروح له عند المدرسه وبيلاقي براك الناحيه التانيه من الطريق. بيتصل براك على كران وبيقول له ما تفكرش انك كده نهيت المهمه، انت لسه قدامك مطاردات كتير، وبالنسبه ليوم 9/11 فانا هكتب فيه اسم الله على خريطه الهند. بيقول له كران انت بتحلم، انا هقتلك قبل اليوم ده اكيد. بيضحك براك وبيقول له الهند هتتدمر واحنا كلنا هنكون بنتفرج عليها، وبيختفي من قدامه فجاه. وبيروح لمؤمن بيقول له اللي انت بتعمله ده هبل وهتموت بسببه، الضابط ده وصل لك من التحقيق في قضيه سهيل وفي اي وقت هتلاقيه قدامك. براك بيقول له سواء كنت عايش او ميت المهم هتنجح. بيجي لهم واحد من رجاله مؤمن يقول لهم اتفرجوا على الاخبار، وبيشوفوا في الاخبار لقاء صحفي مع زهيره مراته وبراك ابنه، وبيقولوا لابنه انت فعلا شفت ابوك وهو بيقتل شخص؟ رد الولد وهو مرعوب ايوه. بيقولوا لزهيره الناس شاكه ان جوزك ارهابي، هو
هو ارهابي فعلا؟ قالت لهم العالم كله يشك، انما انا متاكده. وبيسالها صحفي تاني لو الكلام ده صح فعلا وجوزك نجح في مهمته ايه اللي هيحصل؟ رد كران وقال هو مش هينجح اصلا، واحنا هناخد زهيره وعبير للهند، وعبير هيدرس في مدرسه الجيش. وبيوجه كلامه لبراك وبيقول له انت بتصطاد ولاد الناس وابنك هيصطاد اللي زيك في يوم من الايام. بيغضب براك وبيقول كده الحرب بقت بيني وبينه. بياخدوا زهيره وعبير عشان يوصلوهم للمطار، بس وهم في الطريق بيطلع عليهم رجاله براك وبيحصل اشتباك، وبيقدر كران يخلص على مجموعه منهم، وعشان هم كتير ما بيقدرش يحمي عبير وامه وبيتخطف. بيجي اتصال لسمر من القائد وبيقول لها ان براك سلم نفسه. بنروح لمقر المخابرات وبيكون براك هناك فعلا. بيجي كران وبيقول له رئيس المخابرات مش مسموح لي اني ادخلك، بس انا هسيبك 20 دقيقه ويا ريت تسيطر على اعصابك. بيدخل كران وبيقول له قدامك 20 دقيقة عشان تقول لي ايه اللي بتخطط له والأسلحة فين وزهيرة وعبير فين. بيستفزه براك وبيقول له 3 ساعات وهخرج من هنا وانت مش هتعرف تعمل حاجة. بيتعصب عليه كران وبيمسكه من رقبته، وبيجي رئيس المخابرات يلحقه وبيقول له انا قايل لك تسيطر على أعصابك. وبيكلم رئيس المخابرات الهندية بيقول له انهم هيفرجوا عنه. بيتعصب كران وبيقول الراجل بيخطط لهجوم إرهابي على بلدي، وفي نظر بلدك قاتل وهتسيبوه ازاي؟ وبيسحب كران المسدس وبيوجهه على رئيس المخابرات وبيقول للقائد بتاعه انهم متآمرين معاه. قال له القائد نزل سلاحك وده امر مني. بينزل السلاح ورئيس المخابرات بيقول له قدامك 24 ساعة عشان تمشي من هنا، يا إما هتترحلوا وهتسلموا الأسلحة وما تعملوش أي حاجة من غير إذني، ولو عملت حاجة أنا هقتلك. رد عليه كران وقال له أول ما بنلبس بدلة الجيش بنعرف إن فرصة شايلة اسمنا، أنت مفكر إنها خاف من تهديداتك؟ وبيسيبه ويمشي. بيشوف براك وهو خارج بيقف قدامه وبيقول له الأول كنت مستخبي ورا قناع ودلوقتي ورا رجالة، قريب أوي هوصلك لقبرك، هم 24 ساعة بس اللي محتاجهم، انقذ نفسك بقى لو عرفت. بياخدوه وبيمشوا وبيطلب منهم يودوه للمسجد، ولما بيودوه بيقدر يخرج من غير ما ياخدوا بالهم. وبيروح لمراته وابنه عشان يشوفهم، وبيقتل زهيرة قدام عبير وبيطلب من صاحبه يغير مكانه، وبيرجع تاني ولا كأن حصل حاجة. سمر واختار بيروحوا القران بيقول لهم ايه اللي جابكم هنا، عايزين تتفرجوا على فشلي؟ براك عمل صفقة مع المخابرات، عرفهم مكان 3 إرهابيين اللي نفذوا مهمة التفجير في لندن، وعشان كده المخابرات سابته وبقى معاه حصانة. بيتصل قران على روي وبيقول له على اللي حصل. رد روي وقال له انت كده هتقف قدام المخابرات ولو اتقبض عليك هيقتلوك واحنا مش هنقدر نتحمل المسؤولية. قال له كران ما انتوا سبتوني مرمي في السجن قبل كده، سيبوني المره دي برضه عادي عشان بلدي، كل اللي عايزه منك انك تخرجنا من لندن، هجيب براك على كتفي يا اما هتشتلوني انتوا على اكتافكم. بيجهزوا الاسلحه وبيشدوا الاجزاء. بيقول لسمر هنخلص المهمه وهنمشي، بس مستحيل انسى الوش الجميل ده. قالت له والوش الجميل ده هيفضل فاكرك طول عمره. وهو خارج بهفنه بتشده وبتقول له حافظ على حياتك يا اسطى، خلص المهمه وارجع لي عشان عايز اقول لك كلمتين زي الجزء اللي فات. سمر وبهفنه بيروحوا على المكان اللي فيه عبير وبيتخانقوا مع الحراس، بيضربوهم وبيخلصوا عليهم، وبيكون لسه الجحش ده بيضرب بهفنه وبتقع على الارض. الهي تنشك في نظرك يا بعيد. بيتفقوا عليه ويكلبشوه، يكفيك الشر لما النسوان يتفقوا مع بعض. بيخلصوا عليه وبيطلعوا ياخدوا عبير للهند، وكران بيروح على المكان اللي فيه براك وبيكون موجود حراس اكتر من جمهور الاهلي. بيطلع الرشاش وبيطحن فيهم، بيقتل عدد كبير منهم والخزنه بتخلص. وبيطلع فوق بيلاقي زعبله بيطحنه وبيرميه على العربيه. بيدخل جوه بيلاقي بحبح وكعبله بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، بس هم عشان صينيين وبيبوظوا بسرعه كران بيتحول عليهم بيكسر عظمهم وبيخلص منهم. وبيدخل يلاقي الحمار ده بينحق، بيعمل له الحركه القاضيه بتاعتي اللي بتجيب من الاخر. بيدخل يلاقي براك بيصلي واحتراما للصلاه بيستناه يخلص، ولما بيخلص بيقول له قبل ما تفتح بقك بكلمه خد دي. بيغمى عليه وبيشيله على كتفه زي ما بتشيل ابن اختك كده يا عزيزي. روي بيقول له احنا بعتنا لك هليكوبتر هتاخدك للسفينه. بياخده في عربيه وبيمشي والمخابرات بتطارده، وبعد مطارده طويله بيوصل للطياره بيتعلق فيها وبيروح على السفينه. بيقعد براك على كرسي وبيربطه من رقبته وبيديله حقنه يشغله تاني. بيفوق براك ولما بيلاقي كران قدامه بيقول له كل ما بنتقابل بتبقى قريب منك اكتر. كران قال له والمره الجايه هتكون على السرير. بيضحك براك وبيقول له خلاص كل حاجه خلصت وهاخد حق كل المسلمين. قال له انت مش مسلم، انت واللي زيك بتشوهوا الدين. بيسمع صوت دقات الساعه وبيعرف ان ده ميعاد العمليه. بيتصل على روي وبيقول له الهجوم هيحصل دلوقتي. قال له روي في اي مكان بالظبط علشان نبعت القوات. براك بيقول له النهارده هنكتب اسم الله عز وجل على خريطه الهند. كران بيفكر وبيقول له روي الهجوم هيكون على 5 بلدان واللي بيبدا اسمهم بحروف كلمه الله: احمد اباد ولاتور ولوديانا وهاشمبور وايوديا. قال له براك انت عرفت اسم المدن بس مش هتعرف تنقذهم، هتبعت قواتك لانهي مكان؟ رجالتي خرجوا ومفيش حد هيقدر يوقفهم ومش هتقدر تهزمني. بيغضب كران وبيطلب من روي يطلعوا بث مباشر ويوصله للبلد كلها، وفعلا بيوصل البث للهند كلها. بيقول لهم كران لكل مسلم ومسيحي ويهودي في البلد احنا مختلفين في الاديان بس بناكل ونشرب وبنتعلم مع بعض في مكان واحد. في هجوم هيحصل على البلد من واحد ارهابي ومش هقول لكم تعملوا ايه لان انا واثق من اللي هتعملوه. لو سمحت يا كران قول لهم ان في قناه على اليوتيوب بتلخص افلام اسمها ناجي وسمسمه، خليهم يشتركوا فيها. بيتاثروا بكلامه وبيخرجوا كلهم مسلم قبل يهودي، بيقفوا قدام الارهابيين والمهمه بتفشل. كران بيوري براك فشل مهمته وبياخده وبيحط في بقه قنبله وبيشد الفتيل وبيفجره وبيسقفوا كلهم على النصر.
مصر، بس انا مش هسقف لك يا كران لان لحد دلوقتي محدش اشترك في القناة. وهنا بيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد ان شاء الله. سلام.